السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، صباح السعادة والرزق والهنا، صباح الفرح، صباح الهنا يملى حياتكم، صباح الرزق يدخل بيوتكم ويهدي سركم وسر أولادكم. اللهم أمين، وينجحهم ويفرحهم بيكم يا رب وتفرحوا بيهم. اللهم أمين يا رب كده، ويكبروا وتشوفوهم كده حاجة حلوة بإذن الله. الفيديو القمر ده فيديو كله دربكه وكله هددان. بصوا شايفين ال5 جنيه دي؟ بصوا برمي في كل مكان. اي حاجه بجيبها في المطبخ بتيجي بنتي تجيب لي الحاجه ويبقى معايا الفلوس ارميها في اي مكان. 5 يمين 5 شمال، 10 يمين 10 شمال، 2 جنيه اي حاجه. بصوا شايفين؟ طيب انا حبيت اوريكم كده بس ايه، ان انا الفلوس بحطها في اي مكان. من فلوس ازاي؟ اللي هو جنيه 2 جنيه 5 جنيه باجي اتحوج ليها، بروح لما كل اللي في المطبخ واروح جايه جايبه بيهم الحاجه اللي انا محتاجاها. بس يا بنات قبل ما تشوفوا الفيديو القمر ده، يا ريت يا ريت يا ريت اللايك، يا ريت اللايك كده وكومنتي جميل قوي كده من قلبكم عشان افرح بيه. يعني مش قادره اقول لكم الكومنتات اللي انتوا بتبعتوها بكون سعيده بيها ازاي. بصوا بقى الكركبه دي، ايه ده ايه ده دي مش كركبه، دي دربكه انا هديت المطبخ كل دوت روتين قبل الدراسه. قومي بدري تنشطي، اعملي كل حاجه قبل ما الدراسه تيجي عليك. ايه ده معنى كده ان انا مش هعمل حاجه في الدراسه؟ لا هعمل طبعا، كل يوم في حاجه هنعملها في الدراسه. اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا ما دربكش على نفسي، اغسل الحيطان، اغسل البيبان، اغسل التلاجة، اغسل الفريزر. المهم ان انا اظبط كل حاجه في البيت على حاجات بسيطه يا امارات. ولادي يمشوا على المدرسه، انا ابدا اخد لي تغفيله كده ساعه ولا ساعتين واقوم اشوف اللي ورايا كده على طول. موضوع النهارده مهم جدا، اللي هو ازاي اكسب حماتي وبناتها. ايه ده؟ هو في حماه بتتكسب؟ هقول لكم ان شاء الله. في حموات بتكسبيها بحاجه بسيطه جدا. هقول لك خطوات هتمشي عليها وان شاء الله حماتك بعد الفيديو ده هتحبك هي وبناتها وهتخليهم يبقوا زي الخاتم في صباعي. ايه ده؟ طب ازاي؟ هو في حماه الواحد بيكسبها؟ كل الحموات بتكسبيهم يا حبيبه قلبي. طيب ازاي؟ برضو بعد معاناه. مفيش حما هتحب واحده، يعني اولا مفيش حما هتحب واحده او مرات ابنها زي بنتها. استحاله استحاله استحاله. ومفيش واحده هتعاملك زي اختها. لو انتي مرات اخوها عمرها ما هتعاملك زي اختها. طيب احنا ممكن نعمل بس حاجات بسيطه وخطوات بسيطه. زي ما قلتلك انتي لو ادتي صوابعك ال10 شمع، بس في حاجات ممكن تبقى اهون من حاجات تانية. اللي هو انا حماتي بتعاديني، طب ليه تعاديني؟ طب ما انا ممكن اعمل معاها حاجات صغيرة خالص تخليها ما تعادينيش نهائي. طيب ازاي؟ هقولك ازاي. بس اهم حاجة الفيديو القمر ده، اول حاجة تدخلي عليه تعملي كومنت حلو جميل كده عشان تفرحيني بيه، وتحطي اللايك كده وكلمة جميلة كده من قلبك يا حبيبة قلبي، علشان افرح واسعد كده وابدأ اعمل لكم حاجات جميلة جدا. ارفعوا لي الفيديو يا بنات باللايكات يلا كده، اهم حاجة. وتعالي هقولك تعملي ايه. طيب انتي لو في بيت عيلة وحماتك معاكي، حماتك ما بتحبكيش، بس بعد الفيديو ده هتحبك بحاجات بسيطة. اللي هي ايه؟ اول حاجة هتعمليها، انا هعمل فرخة، انا بعمل فرخة، ممكن ازود عليها ربع، ممكن تكون هي مش محتاجاها بس هتحط في بالها لا دي يعني عاملة حسابي، يعني بتحبني، يعني في معزة، يعني في محبة، يعني في بينا حاجة وفي ود بينا. وبكده تكوني كسبت حماتك بحاجة بسيطة. طيب حاجة تانية، حماتي مش نافع معاها ان انا انزل لها اي حاجة، هجيب طبق حلويات وانزل لها منه. طيب مش نافع معاها، طيب ممكن مثلا اشتري لها حاجة حلوة. اشتري لها اشتري لها حاجة من بره، طرحة مثلا، خمار مثلا تصلي بيه، خدي يا حماتي صلي بده. اجيب لها سدال، اجيب لها اي حاجة. ده مش على طول، ده يعني اللي هو بقولك لو انت حماتك في بينك وبينها زعل، حاولي تعملي اي حاجة ان انت تتصالحي معاها. ليه؟ مش عشان خاطرك انت، عشان خاطر جوزك. هي اللي جابت جوزك، فاهميني؟ هي اللي جابت جوزك اللي هو كويس معاكي، اللي هو شايلك من الارض شيل. يبقى عشان خاطر بيقولك في مثل كده اللي هو لاجل الورد، فاهميني؟ يعني هو عشان خاطر جوزك ابلعي لحماتك اي حاجه واخواته. طيب بص هقولك حاجه تانية. نزلت لها حاجات وجبت لها حاجات ومعرفش ومش نافع معاها خالص. حاجة تانية، هي دايما بتلقح عليا، بتديني كلمة كده، بتديني طاقة سلبية. اعملي نفسك اكنك مش سامعة، حاولي على قدر الامكان. انا واحدة من الناس انا ما بستحملش، بس دايما بتغلب على امري
واقول ايه صبرني يا رب، استغفري ربنا، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هتحس ان ربنا ايه نزل في قلبك البرود، وطبعا طبطب على قلبك كده بالصبر ايه والسكينه. بالحاله دي بدات تكسبيها. اخوات جوزك اعمل معاهم ايه؟ مش نافع معاهم اي حاجه. طيب انا هدخل على اخوات جوزي في المواسم دايما وفي الاعياد. حاولي تدخلي عليهم في المواسم والاعياد، ما تقوليش لا ده اخوهم يروح لهم انا مش رايحه، لا روحي معاه، روحي معاه. انتي بتتمشي من ناحيه وابداي اقعدي معاهم، ما بيقابلوكيش حلو، احنا عايزين اخونا، برضو تقبلي كده واستغفري ربنا. هتحسي مرة في مرة هتحسيهم هم اللي جايين عليكي، هم اللي بيبدأوا ايه، لا مرات اخونا دي كويسة معانا، لا هنبدأ نتكلم معاها، هنبدأ ايه هيفتحوا قلبهم ليكي، وطبعا انت هتفتحي لهم قلبك، وهتبدأ الحياة تبقى حلوة وجميلة، وهيبقى الحياة حلوة جدا مع بعض ان شاء الله. وادعيلي على الفيديو ده باذن الله. حاولي وجربي لو انت لسه مبتدئه او قابله على الزواج، حاولي معايا على قدر الامكان ان انت هتعملي ايه الخطوات دي زي ما قلت لك مع حماتك، اللي هو هتنزلي باكل يا ستي يعني مش هتغرمي كتير، اعملي ربع زياده، ربع فرخه زياده، الله باذن الله تعالى هتحسي بسعاده. بصوا بقى انا كنت هنا زي ما انتم شايفين كنت عامله فول، مدمسه فول وكل حاجه، الدراسه داخله وعامله الفول وبعمل طعميه وبعمل كل حاجه بحيث ان انا اوفر. هعمل لاولادي سندوتشات كل يوم، مثلا مش كل يوم، يعني مثلا سندوتشات طعميه النهارده، يوم تاني سندوتشات جبنه، سندوتشات جبنه وطعميه، سندوتشات بطاطس محمره، سندوتشات لانشون، سندوتشات جبنه رومي. الجبنه رومي دي مش على طول، ده كل فتره يعني. فحاولي على قدر الامكان المحافظه على المسؤوليه، وحافظه على بيتك، وحافظه على جوزك، وحافظه على اولادك. جوزك لما يلاقي اولادك و اسفه اخواته وحماته ومامته معاكي كويسين، هيبدا يحبك بزياده واكتر من الاول. ليه؟ لان مفيش مشاكل، مفيش ضغوطات، مفيش هم، مفيش اي حاجه من الحاجات دي، وبكده دخلتي بيتك الحياه المتجدده، الطاقه الايجابيه الجميله اللي تدخل حياتك فرح وهنا. بصوا بقى الفول اهو مدمساه، حاولي ان انت تعملي كل حاجه. الفول هتفطري بيه لو اولادك مشيوا. بصوا والمخلل القمر ده كنت عاملاه معاكم برضو في الفيديو قبل كده، الفيديوهات اللي فاتت ارجعي بصي ما شاء الله، في الفيديو اللي فات هتلاقي تحفه يا بنات، والله العظيم هيعجبكم جدا. فحاولي بقى كده قومي تنشطي كده. انا قلبت الدنيا كده وقلت ارغي معاكم شويه، يا رب بس اكون الرد بتاعي ما يكونش ضايقكم يعني ولا اي حاجه. طبعا انا معتبراكم اخواتي، وبحس بفرحه جدا وانا بتكلم والله العظيم يا بنات، يعني ما تتخيلوش الفرحه ان انا بحكي مع اي حد. احسن لي من احسن لي من القيل والقال، يعني بدل ما اقعد مع واحده كده وواحده كده، بحس ان انا كومنتاتكم الجميله اللي بتكتبوها بحس فيها بفرحه وسعاده، وده احنا كده بنفيد بعض كده. مسكت المطبخ كده زي ما انتم شايفين، عملت كده فيه شقلباظات، حيط وارضيه وكله بوتاجاز، بصوا كل الاطباق وكل حاجه غسلتها وعقمتها، وما شاء الله كده مستعدين باذن الله تعالى لشهر للدراسه بكل خير باذن الله. نبقى فاضيين لاولادنا يقوموا يروحوا المدرسه بتاعتهم، احنا نشوف اللي ورانا، نخلص كل التظبيطات بتاعتنا، ناخد لنا غفوه كده اللي هو ساعتين كده على السريع، تبداي تنامي ساعتين لان الشتا داخله، تلكفتي كده ساعتين، وقومي بقى بعد الساعتين دول اعملي شقلباظات كده في البيت وحركات وحاجات، اعملي لهم بقى اكله حلوه عشان يجوا يعني تعبانين طول النهار، والسندوتشات دي ما تشبعهمش يعني صراحه. فهنبدأ كده ان شاء الله يا بنات روتينات قمر مع بعض كده ان شاء الله، وحاول على قدر الامكان ان انا كل معلومة عندي باذن الله تعالى هفيدكم بيها، ولو واحدة عندها معلومة برضو تفيدني بيها، يعني كلنا كده بنفيد بعض. زي ما قلت لكم ان انا دي خبرة سنين، يعني انا اول ما جيت اتجوز والدتي قالت لي اوعي تحرمي حماتك من اي حاجة، اي حاجه ما تحرميهاش منها، اي حاجه هتجيلك من عندنا من اي مكان بره، من جوزك، من اخواتك، من اي حد، حاولي ان انت اي حاجه تجيلك نزلي منها ولو حاجه صغيره خالص. يعني مثلا لو جالك مثلا طبق حلويات، هتنزلي مثلا كام قطعه صغيره كده يعني في طبق صغير كده، وتروحي جايه منزليهم. والله العظيم يا بنات هتحسوا بسعاده، انتوا هتحسوا بسعاده فعلا ان انت بتعملي حاجه خير، دي اولا. وحاجه تانية
بتكسبي حماتك، اللي هو لا انا مش محتاجه منها حاجه، لا مش هتقول كده والله صدقيني، هي هتقولك لا انا مش محتاجه حاجه وما اعرفش ايه، بس هي من جواها فعلا كل واحده بتبقى نفسها في حاجه ابنها. يعني كل واحده دايما تعشم ان انا ابني هيجيب لي، بنتي هتجيب لي، فاهميني؟ فهو ايه زي ما قلت لكم كده، اديها حاجه صغيره زي دي هتكسبيها. ما بتحبش الحاجه دي هتبداي معاها بحاجه تانية. خبطتك كلمه مش كويسه، ما ترديش، يعني اللي هو ردي بحاجه محترمه كده يعني. شكرا يا حماتي، ربنا يخليكي، ربنا ما يحرمنا منك كده. الحاجات دي حاجه بسيطه خالص، وزي ما بقول حاجه بسيطه تجبر الخاطر يعني. وتبداي انت ايه تكسبي حماتك وتكسبي جوزك وتكسبي اخوات جوزك، يبقى انت كده ايه عملتي خير كبير جدا. ما يعني بصي هتستحق عليه من عند ربنا حسنات كبيره جدا. فان شاء الله ربنا يصلح الحال باذن الله تعالى. هعمل لكم روتينات حلوه، اي حاجه بنات حابين تسالوني فيها اسالوني وانا هجاوبكم باذن الله. اي حاجه محتاجينها قولولي وانا ان شاء الله هرد عليكم في الكومنت في الفيديوهات ان شاء الله باذن الله تعالى. بس يا ريت اللايك عشان هو ده اللي هيكبر لي الفيديو ان شاء الله. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، اللهم امين يا رب. فحاولي على قدر الامكان اكسبيهم بقدر الامكان، حاولي توفري، حاولي تظبطي في الميزانيه، حاولي تمشي بيتك، حاولي تمشي حياتك، حاولي ان انت تكوني مرتبه نفسك لاولادك، حاولي ان انت ترتبي حياتك بالورقه والقلم. امسكي ورقه وقلم دايما، ان شاء الله انا بكره هطبخ كذا، هعمل كذا 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 بالورقه والقلم، بكره هصرف كذا، انا عايزه اجيب كذا، انا هروح السوق الساعه كذا وهاجي الساعه كذا. طيب انا مثلا اولادي راحوا المدرسه، اعمل ايه؟ انا ارتب نفسي من بالليل، هعمل كذا 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 كذا. يعني اللي هو هصحى الصبح بدري اجيب طلبات السوق، طلباتي من الخضار، طلباتي من الفاكهه، الحاجات اللي هي لازماني، وابدا ايه اعملها. بصوا بقى الكشر القمر ده ما قدرتش اصور والله العظيم. بص انا اتهديت يا بنات، الفيديو ده محتاج فعلا لايكات منكم عشان ايه افرح كده بيه، لان انا والله العظيم بسجل لكم وانا تعبانه. ربنا اللي عالم تعبت ازاي. التصوير صعب جدا يا بنات، يعني انا صورت جزء والباقي ما صورتوش، اللي هو المونتاج، شلت حاجات كتيره جدا، فما قدرتش صراحه ان انا اجهز الغدا معاكم. بصوا بقى القرموط اللي حصل ده، انا جايبه القراميط دي هو واحد بس، فجبته كده قطعته، عملت ايه طبق كده على السريع، اللي هو بقى هفتانه بقى انا عايزه اكل بقى